الذكرى 29 لمذبحة تيانانمن في 4 يونيو عام 1989، والتي ذهب ضحيتها عدد كبير من المتظاهرين وقفوا ضد نظام الحكم المستبد. ويذكر أن الحكومة قامت بفض المظاهرات باستخدام القوة المفرطة من الجيش، واستخدمت الدبابات في قتل المتظاهرين. وتعتقل الصين كل من يحاول إحياء ذكرى هذه المذبحة، حتى وإن شاهد فيديو عن المذبحة فقط. وبهذه الذكرى أصدر الكونغرس الأمريكي بيانا يطالب فيه السلطات الصينية بالإفراج عن الأشخاص الصينيين المعتقلين بسبب إحياء الذكرى 4 يونيو، واقترحوا فرض عقوبات على شراء الجيش الصيني للتكنولوجيا الأمريكية. حظر على المسلمين في منطقة شينجانغ الإيغورية ذاتية الحكم تركستان الشرقية من الصيام، وأجبر المعتقلين على أكل لحوم الخنزير وشرب الخمور، حيث أصدرت الدوائر الحكومية توصيات خاصة في شهر رمضان لفعل ذلك. ومنعت المؤسسات والمدارس من الصوم، ولا يسمح للمطاعم الخاصة بالتوقف عن العمل في نهار رمضان، ويتم إجبار المسلمين على الأكل من خلال تنظيم وجبات للأكل بشكل جماعي خلال النهار. ووفقا للتقرير فإن القنصلية الصينية في إسطنبول تركيا نظمت إفطارا كبيرا للاحتفال بشهر رمضان، وقد تمت دعوة الإيغور وغيرهم من الطلاب المسلمين من العرقيات الأخرى للحضور. وبهذا يثبت المحتل الصيني أنه ذو وجهين لعملة واحدة. وفي نفس الوقت قام رئيس جمعية الإيغور سي توم توروك بتنظيم إفطار كبير ودعوة الجميع للحضور. منذ بدء الفلسطينيين في مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، استشهد 13 طفلا و123 فلسطينيا في المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيليين، ومن بينهم صحفيان ومسعفان طبيان. وقد تم علاج 350 إصابة خطرة داخل المستشفيات، ويعتبر الوضع في فلسطين خطيرا للغاية. بحسب وكالة أنباء شينخوا، جرت محادثات في 3 يونيو بين وزيري التجارة الأمريكي والصيني حول التوازن التجاري بين البلدين. وجاء في بيان الصين حول المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة أنه إذا طرح الجانب الأمريكي تدابير عقوبات جديدة بما في ذلك فرض جمارك جديدة، فإن جميع الإنجازات الاقتصادية والتجارية التي تم التوصل إليها لن تدخل حيز التنفيذ. فقد أكثر من 50 شخصا حياتهم في تحطم سفينة تحمل لاجئين في البحر المتوسط قبالة ساحل أنطاليا في جنوب تركيا، وقد غرق قارب صغير آخر يقل 15 لاجئا. تم إنقاذ 5 منهم من قبل خفر السواحل التركية، وأخذوا لتلقي العلاج، وعثر على جثث 9 أشخاص بينهم 6 أطفال، وما زال أحدهم في عداد المفقودين. وقد لقي ما لا يقل عن 660 لاجئا مصرعهم هذا العام في البحر المتوسط. وفقا لتقرير محطة الفضاء الروسية في 28 من فبراير، قال مركز مراقبة الطيران في موسكو للصحفيين إن مركبة الفضائية العسكرية MS-06 والتي تحمل 3 رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية هبطت في كازاخستان، وقد أمضى الرواد 168 يوما في محطة الفضاء الدولية.